السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقول بط يعني نقول معاه كشك وملوخية. النهاردة بقى هعمل معاكم البطة، ومعاها كشك وملوخية، ومعاها كمان دقية ورق عنب صغيرة. نقعت البطاية في المحلول بتاعها اللي هو خل وملح وسكر ومية، وعليهم معلقتين من معجون قشر الليمون والاستفندي اللي أنا بسلقه وبضربه في الخلاط، وبحتفظ بيه في الفريزر عشان انضف بيه اي حاجة فيها زفار. وبعد كده بشطف البطاية بتاعتي كويس وبنشفها كويس قوي بالمناديل عشان ما يبقاش فيها اي مية. وقبل لما المية تغلي نزلت عليها بمعلقة خل. نزلت بمعلقة الخل عشان الحلة دي ألمونيوم، ممكن تسود من كتر غلية المية، مش هتأثر على الشوربة ولا أي حاجة. وبعد كده هنزل بالبطة، وأول ما تاخد غلوة على طول كده هشيل منها أي ريم عشان برضو ما يبقاش فيها أي زفارة. لو وصلت لحد هنا يا قمر دعميني باللايك وكومنت حلو زيك وشير كتير عشان الفيديو يوصل لناس أكتر. هكون مقطعة بصلاية وطماطماية وجزراية وهنزل بيهم على الشوربة. وبعد كده التوابل: كام ورقة لورا، فلفل اسود، البهارات السبعة، ربع معلقة كده من جوز الطيب، وربع معلقة من القرفة، وكام عود كده من القرنفل. بعد كده بقى عايزة اختبر البطاية بعد شوية بقى كده اما تستوي. اعرف ازاي؟ اما احط فيها الشوكة كده وملقاش بتطلع مية او بتطلع اي حاجة. وبصوا بسم الله ما شاء الله، الشوربة بتاعتها جميلة وتحفة، وبسم الله ما شاء الله الدسم بتاعها حلو قوي. بعد كده خلاص هي دخلت على السوا، انا هضيف لها الملح. ولحد ما البطة تستوي معايا كده نص كوباية من عصير الطماطم، صفيتها كويس وحطيتها على النار عشان تغلي لحد ما قصرت خالص مبقاش فيها مية. حطيتها ببولة وضفت عليها كده معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة حلوة كده من الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. دي بقى أنا هدهن بيها البطاية، هتدي البطاية لون حلو قوي. هدهن البطاية كده من جوه ومن بره، هخليها كلها كده مفيهاش حتة مش مدهونة. وهقلب البطاية بقى على الاتجاه التاني، وهخلص عليها باقي الخلطة، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص اللي هي الشبكة. وبعدين هي ما بتاخدش وقت خالص. وبعد كده يلا بقى عشان نعمل الكشك. معايا حلة على النار، غاسلة انا كوباية رز صغننة خالص كده اللي هي بتاعة القهوة دي، غسلها كويس وبعدين حطيتها في الحلة. وهنزل بقى على الرز بشوربة البط. هسلق الرز في شوربة البطة كده لحد ما يستوي. وبعد كده هجيب طاسة على النار، هحط فيها كده حتة زبدة حلوة أو سمنة اللي عندك استخدميه، وأكون مقطعة بصل جوانح، وهحط عليه كده حبة دقيق أدعكه بيهم. الدقيق بيخلي البصلة كده متاخدش وقت في التحمير، وبتدي لون ذهبي وحلو، وبتبقى البصلاية مقرمشة كده وجميلة. بالنسبة للناس اللي ما تعرفش الكشك، الكشك ده بيبقى طعمه رهيب، ولو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه من جماله. بصوا بقى اول ما نوصل للمرحله دي في البصله على طول كده ايدينا فيه، ما بنسيبوش خالص عشان ما يتحرقش مننا لحد ما يصفر معانا ويدينا اللون الذهبي الجميل. على طول هنطلعه على صينيه مفروشه بمناديل مطبخ علشان برضه هو بيكمل سواه بعد ما بيخرج من على النار عشان ما يغمقش. والسمنه طبعا اللي اتبقت دي من تحمير البصله مش هنرميها ولا نعمل فيها اي حاجه. بصوا البصله لونها حلو ازاي، دي هنحتفظ بيها عشان هنحطها على الكشك. بصوا هنا بقى الكشك كان استوى. معايا نص كيلو من اللبن، عليه معلقة ونص كده من النشا، وهنزل بيهم على طول على الكشك. يعني اعتبري نفسك بتعملي رز بلبن بس ده رز بشوربة. وهنجيب الطاسة بقى اللي اتبقى فيها كده السمنة مكان البصلة، وهنحط عليها كده حبة لبن وهننزل بيها كده في الحلة، ونسيبها بقى كده معاها. وهنحط واحدة مرقة دجاج اختياري، لو عايزة حطيها مش عايزة براحتك. وهنسيبه بقى كده لحد ما يتقل معانا ويدينا القوام الحلو ده. كده خلاص الكشك بتاعنا استوى، هوريهولكوا في التقديم. وهنا بقى معايا كده دقيت ورق عنب صغننة هسقيها برضو بشوربة البطة، واحط عليها كده حتة زبدة، وهولع على الورق العنب على نار عالية. واول ما يتشرب على طول كده هوطي عليه لحد ما يستوي. ويلا بقى نعمل الملوخية دي انا مفرزاها طبعا، الشوربة بتغلي فعلى طول بجيب الملوخية من الفريزر على طول احطها كده، ما بستناهاش تفك او حاجة عشان طعمها ما يغيرش معايا. واول كده ما هتغلي وتفك معايا هتاخد غلوة، بعد كده هعمل لها الطشة بتاعتها. بسم الله ما شاء الله، بصوا لون الملوخية حلو ازاي، اللهم بارك. وفي طاسة على النار هنحط معلقة سمنة او معلقة زبدة. اول ما تسخن معانا كده هننزل بمعلقة توم مهروس. اول ما نشم ريحة التوم كده ويصفر على طول هنزل عليه بمعلقة من الكزبرة الناشفة. اول بقى ما يتحمر معانا على طول هننزل بيه على الملوخية بتاعتنا الجميلة،
وبالهنا والشفا. التومة ادتنا اللون الدهبي الحلو ده، على طول كده هنجيب كبشة ملوخية وننزل عليها قبل ما تغمق اكتر من كده. بسم الله ما شاء الله. هنا كده بقى بعد ما البطايه استوت، بص لونها حلو ازاي. رصيت بقى جنبها ورق العنب، وهنا بقى حطيت الكشك كده، وعايزه تحطي بقدونس حطي، مش عايزه براحتك. بتحطي البصل بس طعمه رهيب، صدقيني لو جربتيه مش هتبطلي تعمليه. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.